عايزة جوزِك يتمنى لِك الرضا، عندي ليكِ 3 وصايا، وتالت واحدة هي أهم واحدة. أول حاجة لو كان متعصب ومتنرفز جدًا، حاولي تلتزمي الصمت، يعني أسكت يعني؟ أفضل ساكتة. أفضل حاجة إن أنتِ تبقي خليكِ في الذكر، أنتِ بتكسبي وتتجنبي أي خلاف بيزيد. تاني حاجة خلّي آخر لقاء ما بينكم وأول لقاء فيه ترحيب واهتمام، يعني وهو نازل والله بجد أنا البيت من غيرك وِحِش، رغم إن ممكن تكوني ما صدقتِ إن هو ينزل، يبقى آخر لقاء وأول لقاء فيه اهتمام وترحيب بيه، لمّا يخرج من البيت ويدخل من البيت حسّسيه إنه مُرحّب بيه. تالت حاجة ودي أهم نقطة، خلّي البيت بيئة مريحة ليه، يعني هو راجع من الشغل تعبان جدًا، حاولي العيال تشغليهم بحاجة، يلوّنوا، يتفرّجوا على كرتون، يقعدوا يلعبوا مع بعضيهم، بحيث إن هو يبقى حاسس إن هو قاعد في بيت أول ما رجع قدرتِ تهيئي له البيت. حاولي ما تقعديش تسألي أنت بتعمل إيه، بتتفرّج على إيه، أنت هتفضل ماسك الموبايل، حاولي تمامًا تتجنبي النقطة دي، لإن هي ديّة اللي بتخلّي الراجل يهرب من البيت، وممكن يروح يشوف أي مكان تاني بحيث إن ما حدش يوجع دماغه. جربي الوصايا ديّة وشوفي الفرق في حياتِك، مع يوميات تصنع أثر.